السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات جنات الجلالية. نتمنى أنكم بخير وعلى خير أحبتي في كل مكان. واليوم جيتكم بهذا الطاجين اللي رايح نحي لكم الحيرة نتاع الطياب، وهو كريات نتاع الدجاج بالسلق. جاء رائع في الذوق والبنة. إذا نروح مباشرة نسمو بسم الله ونصلوا على حبيب الله عليه أفضل الصلاة والسلام. في البداية نجيبوا ربطة نتاع السلق أو كمية حسب أفراد العائلة، نغسلوها مليح بالماء والخل، نخليوها تنشف مليح في كسكس كما راكم تشاهدوا، ثم نقطعوها قطع صغيرة كما راكم تشوفوا. كمية كبيرة تولي لنا يعني كمية صغيرة، ماشي كي تقطع تصغر الحجم نتاعها. هنا في مقلة ولا في إناء نديروا شوية نتاع زيت زيتون ونحطوا هذاك السلق نتاعنا يذبل شوية حتى رايحة تولي لنا كمشة فقط من السلق. في البداية نحطوا السلق نتاعنا كما راكم تشاهدوا، نخلوه يذبل شوية، ثم نضيفوا له شويه نتاع بعد ما يذبل نضيفوا له شويه نتاع الملح، فلفل كحل وشويه نتاع الكمون، ونخلوه حتى يذبل كامل. رايحه تولي لنا كميه فقط صغيره. بلا ما ننساو شويه نتاع الثوم، هو السلق يحب الثوم ويحب الكمون، مع مغرف صغيره نتاع الكمون كما قلت، شويه لي زيبيس كما تحبوا تزيدوا يعني. المهم انه الملح الفلفل الكحل والكمون هذو ضروريين في السلق باش يجينا بنين مع الثوم. طبعا هنا رايحه ندير انا المذاق نتاع الثوم اكثر من البصل. هنا رايحه ندير له شويه نتاع الثوم يعطيه واحد البنه هايله. من جهه اخرى نحطوا القدره نتاعنا اللي رايحين نطيبوا فيها، نحط فيها 2 عودان نتاع قرفة، هنايا ضفت كمية شوية نتاع الثوم، ذبلت شوية هذاك الثوم باش يعطينا البنة، ثم ضفت يعني مقدار راس صغير نتاع البصل. يعني البصل هنا راني درتو للمرق فقط باش يخثرنا المرقة نتاعنا. المذاق نتاع الطاجين نتاعنا يكون فيه الثوم غالب باش يجينا كي المثوم. اذا هنا ضفت نفس التوابل اللي ضفتها مع السلق، ثم بعد ذلك ذبلتها مليح وضفت لها كمية من الزيتون في مكان الحمص. مالفا ندير هذا الطاجين بالحمص، لكن هذه المرة درته بالزيتون وجاء ولا أروع. إذا ضفت الزيتون معاه وثم مرقت بالماء يكون سخون بالطبع. مرقتها حتى تغطات كامل. كانت عندنا كمية من المرق وخليتها تتجمر على النار، وما تكونش النار قوية بزاف، نقصوا لها شوية وتخلوها تتجمر. من جهة أخرى بعد ما برد لي هذاك لي زيبيناغ ولا السلق، جبت ربع نتاع الدجاج من بعد ما رحيته وخلطته مع هذاك السلق، ثم ضفت نفس التوابل اللي ضفتها من قبل للدجاج باش يكون بنين، وضفت له بلا الثوم شويه نتاع قرفه نتاع غبره وشويه نتاع الكمون، الملح، وهذا مكان لي زيبيس اللي درتهم في مع السلق ومع المرق تاعنا. خلطتهم مليح. هنا يجيكم شويه نوع الماء جاري، نضيفوا له 3 مغارف تقريبا نتاع شابلور ونخلط. يجيكم هذاك هو يشد روحه ويكون يعني نقدروا نديروه كرات. بديت نكور فيه، درت كرات صغيره ودرت صبيعات، يعني درت 2 انواع باش ندير لكم 2 يعني كي نحضروه نطيبوه نوري لكم 2 انواع نتاع باش تحطي الطاجين نتاعك. هنا ندير الكرة ثم نغطسها في الفرينة بعد ما غربلتها بطبيعة الحال.
نحطهم في الفرينة ونحطهم نستفهم في طبسي باش نروحوا نقلوهم فيما بعد. اذا درت الكرات ودرت الصبيعات كما رايحين تشوفوا في الصورة. هنا ما درتش لا بيض لا والو. شوفوا درت كرات كما هكذا ودرت صبيعات، وممكن ديروهم صبيعات ممكن ديروهم كرات فقط. ونروحوا نقلوهم في مقله نديروا فيها شويه نتاع الزيت، ما نكثروش بزاف، ونحطوا الكرات نتاعي حتى تحمر من كل الجهات كما راكم تشاهدوا في الصوره. هنا لازم نطيبوهم، ما نكثروش للنار باش يطيبوا لنا هذوك الكرات، لان كما تعرفوا الدجاج راه ماهوش طايب، يعني نخلوهم يطيبوا في غرضهم. ونحطوا ورق اللي يمتص الزيت نحطوهم فيهم من بعد ما يحمروا كامل ويطيبونا. اذا نروحوا للمرق نتاعنا، راح تجمرت شويه ونحطوا هذوك الكرات يطيبوا، وهذيك الفرينه اللي غطسناها فيها رايحه تساعدنا باش تخثر لنا هذيك المرق نتاعنا ويجوا رائعين رائعين في البنة، والمرق نتاعنا يجي بنين بزاف. جربوا هذه الوصفة وما تندموش، لأنها والله بنينة بزاف بزاف. هنا درت شوية نتاع المعدنوس وخليتها واحد 5 دقائق تتجمر من جديد. وهنا هذا هو الطبق نتاعنا لنهار اليوم. درته لكم بزوج طرق باش تحطوهم. درت لي فخيت هنايا بطاطا مقليه، هنا ممكن تحطوها كما هكذا بالبطاطا المقليه ولا صوص في طبسي وتاكلوهم مع بعضهم بالصحه والهنا. ولي وصلت لهذه المرحله ما تنسوش الاعجاب والضغط على الجرس وتجمجموا لي شويه في الفيديوهات، راكم راقدين يا لي زابوني نتاعي فضلا وليس امرا. وممكن نحطوه بطريقه واحده اخرى، هنا كما راكم تشاهدوا في الصوره بالروز، وتحطوا بجانبه المرق من بعد ما نصفوه، ونحطوا هذيك الصبيعات فوق نشبحوا بهم هذاك الروز نتاعنا. وهذا هنايا راه طبق رائع تحطوه لضيافكم، وإلا في كطبق ثاني لشهر رمضان معظم ثاني يجي روعة. وما تحيروش من الطياب كما ما عارفين واش نطيبوا. نتمنى أن هذه الوصفة عجبتكم لنهار اليوم، وما بقى لي إلا نقول لكم تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.